السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده يا ربي، عواشر مبروكه بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. بزاف ديال البنات طلبوا مني نشارك معاهم الطريقه ديال الشباكيه اللي كنخدم في لي كوموند، وانا ديجا حاطاها عندي في لاشين، ولكن ما فيها باس نعاودها معاكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. صراحه معتمده عندي هاد الوصفه، كتجي معلكه هشيشه وشاربه العسل. غادي نعطيكم ان شاء الله النصائح كاع اللي غتقدر تفيدكم باش تنجح معكم حتى نتوما الشباكيه. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو اليوم هنا كيلو وربع ديال الدقيق يكون نوعية جيدة مغربل بطبيعة الحال من قبل. هنا عندي 2 المعالق ديال النافع مطحون، بطبيعة الحال حتى هو تيكون مغسول ومنقي ومقاد ومنشف عاد مطحون. هنا عندي معلقة ديال حبة حلاوة تاهي بنفس الطريقة ديال النافع. وهنا غادي ندير معلقة ديال السكر كلاصي مخلط مع المسكة الحرة. هاد البواطه هادي ديال المسكه الحره انا كناخدها وكنطحنها مع تقريبا نص كيلو ديال السكر كلاصي سبيسيال، وكنديرها في هاد القرعه باش هكا كتبقى عندي موجوده وقت اللي بغيت نخدم بها كنلقاها واجده. صافي غادي ندير معلقه من هاد الخليط، وعندي معلقه ديال قرفه كومبومبي حتى هي، وهنا عندي 2 كيسان ديال الزنجلان يكون منقي ومغسول ومصهد وطحنته حتى ولا بهاد الشكل هذا، يعني طحنوه مزيان باش يساعدكم في الخدمه ديال الشباكيه. عندي شويه ديال الملحه، وهنا نص كوزه محكوكه. غادي نضيف هنا الخميره ديال الحلويات وغادي نغربلها حتى هي باش نحيد من دوك التكتلات كاملين، وغادي نخدم العناصر هكا مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجم لينا الخليط كله مع داك الدقيق مع الزنجلان وكل شيء. هنا البنات من بعد ما نسجموا لينا العناصر مع بعضياتها غادي نبداو نضيفوا الزبده والزيت. ضفت هنا كاس ديال الزبده نوعيه مزيانه وكاس ديال الزيت، وغادي نخلطوا هاد العناصر كامله حتى هذيك الدقيق وكل شيء المواد يتلبسوا لينا بالزبده والزيت. يعني فركوهم مزيان مزيان، ضروري هاد المرحله ما تكون البنات طريقه الخدمه تتحكم لكم في النجاح ديال الحاجه. يعني واخا تاخذوا المقادير هما ضروري تبعوا طريقه الخدمه، راه حتى هي كتلعب دور. غادي نضيف هنا واحد ربع كاس ديال الخل، وهنا عندي كاس ديال المزهر مخلط مع شويه ديال الزعفران، اولا تقدروا ديروا دويمه ديال الزعفران. وغتبداو هنا تخدموا العجين ديالكم. نسيت واحد الحاجه، الزبده والزيت ضروري ما يكونوا باردين، يعني ما ديروهمش وهما سخان باش ما يرملوش، باش ما يكوروش لكم الدقيق. يعني الا درتوه هما سخان غادي يكوروا لكم الدقيق وما غاديش يجيكم زوين في الخدمه. صافي ضفت الكاس الثاني ديال الماء وكنجمع في نفس الوقت. وهنا الكاس الثالث راني ضفت فيه تقريبا غير النص. صافي وجمعت العجين حتى ولا ليا على هذا الشكل هذا. العجين لازم يكون قاصح، يعني ما يكونش مرخوف. الا كان مرخوف راه كتجيكم الشباكيه في القلي ديالها في المضغه ديالها كتجيكم قاصحه. اما اذا كان العجين متماسك وهكا قاصح، يعني كما شفتوا معايا راه ما كينزل لا هكا لا هكا، يعني الشباكيه ديالكم غتجيكم هشيشه وزوينه. غادي نقسم العجين ديالي هنا على 8 ديال الاقسام بهذه الطريقه هذه، وغادي نحربلو. وهنا غادي نورق العجين ضروري من هذه المرحله باش كتجيكم هذيك ديك الشباكيه كتجيكم مجعبه وكتجيكم زوينه وكتكون شاربه العسل. صافي غادي نورق الشباكيه بهذه الطريقه هذه، يعني كنسرحها كنعطيها شويه ديال العرض وكنعطيها طول، وكنجيب طرف على طرف بحال كنخدموا العجين المورق. وصافي غادي نعاودو ثاني نسرحوها، نعطيوها الطول ونعطيوها شويه ديال العرض، ونعاودو نجمعوا دوك جنيبات بحال كما درنا في الاول بهذه الطريقه هذه. وصافي وكنستمروا البنات بهاد الكيفيه هذه حتى كنكملوا الكميه ديال العجين كامله اللي عندنا. انا راه كنقسم العجين على 8 باش غتشوفوا معايا كيفاش كنخدم، باش ما كيبقاوش ليا البقايا بزاف. يعني هاد الطريقه كتسهل عليا الخدمه. صافي من بعد ما كنكمل دوك 8 القطع كلهم بهاد الطريقه كنوضعهم في كيس بلاستيكي وكنخليهم يرتاحوا واحد شويه بما جمعنا داكشي اللي رونا. صافي تنرجعوا نخدموا بها. هادشي اللي كاين. صافي من بعد ما ارتاحت معنا العجين كنسرحها، كنعطيها شويه ديال العرض وكنعطيها الطول مزيان، وكنقسمها على جوج، وعاد كنبدا كما قلت لكم نعطيها الطول. هاد الطريقه هذه ما كتخليش ليا العجين يضيع بزاف. كنعطيها تقريبا شويه العرض اللي غادي نبغي في الشباكيه وكنعطيها الطول. صافي وكنطلقها في الماكينه. بالنسبه ليا انا كنبدا برقم من نمره
نمرة 4 عاد كنسرحها في الرقم 3. أنا عندي واحد هو الرقيق، يعني الرقم 1 هو الرقيق، حيت كل واحد والماكينة ديالو، كاين اللي عنده 7 هو الرقيق، كاين اللي عنده 1 هو الرقيق، أنا عندي 1 هو الرقيق، يعني كنطلق في النمرة 3، ما رقيقة ما عريضة، يعني لا كانت رقيقة بزاف غتمحنكم في الخدمة، ولا كانت عاوتاني غليظة بزاف كتجي ما زويناش في المنظر. صافي ملي كنسرحوا الشريط ديالنا بحال هكا كندير كندير 4 شريطات وكنقطع 4 شريطات وكنقطع، اولا تقدروا تستعنوا بديك الاداه ديال الشباكيه، راه متوفره دابا في الاسواق بزاف. يعني انا هاد الطريقه صراحه ديال الجراره كتجيني زوينه، كتسهل لي الخدمه دغيا كندوزها. الطريقه ديال التشباك راه ولا اسهل، هذه اسهل طريقه هي هذه. كنديروا 2 اشرطه على 2 الاشرطه، وكنجيبوا داك الاخراني كنعاودوا نرجعوه للقدام وكنجمعوه، يعني كتعطي واحد الوريضه زوينه. شفتوا معايا كيفاش كيجي زوين بزاف. غنعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا. هذاك 2 اشرطه كنحطوهم على بعضياتهم، والاخر اللي كيبقى شايط كنجمعوه بحال هكا بالطريقه، كنكوليوه مزيان باش ما يتحلش لينا في القليان، وصافي تنقلبوا الشباكيه وكنجمعوا ليها دوك الودينات ديالها صافي، وهي واجده معانا. شفتوا معايا راه كتجي ساهله، ملي كنجمعوا كنعاودوا نجمعوا باش ما تحلش ليكم في القليان، وصافي وكنوريكم مزيان وكتجي على هذا الشكل هذا. يعني هذه راه اسهل طريقه تشبيكه وكتجي غزاله وما كتديش معكم بزاف الوقت. صافي ندوزو دابا المرحله المواليه. من بعد ما كملنا التشباك كامل ضروري ما كنخليو انا كنخلي الشباكيه تبات ليله كامله حتى كتشمع عاد لغد لي كنقليها. صافي هنا كنسخنوا الزيت ديالنا، ضروري ما يكون سخون مزيان. كنحطوا الشباكيه عادي، يعني راه ماشي شي حاجه اللي كتحتاج شي ما عرف شنو حيت كاين كيبقى يقويه، لا حطوا هكا لا حطوا هكا عادي. الشباكيه غتحطوها عاديه ما تخلعوا منها ما حتى شي حاجه، صافي وغتبداو تقليو فيها. من بعد انا الطريقه اللي كنستعمل باش كتجيني فيها لون موحد، كناخذ هاد المعلقه الكبيره بحال غير كنهيب عليها من الفوق، وكنبقى ندور فيها بحال شكل البريوات. ملي كنبداو ندورو فيهم باش كياخذوا لون موحد، راه حتى هكاك الشباكيه غير هيبوا عليها، ما تسوركوش باش ما تهرش لكم في القليان. صافي كنستعن بواحد العويد، كنبقى نقلب ونشقلب في الشباكيه حتى كنشوف ولا تحمرات. صافي كنبقى نقلب فيها على جوانب كاملين حتى كتحمر، وصافي وكنهزها نحطها نطفيها في العسل. في هذه الاثناء انا راني كنسخن في العسل كندفيه. الا بغيتوا ان شاء الله نشارك معكم طريقه العسل قولوها لي، انا حاطاها في الانستغرام فيديو قصير. الا بغيتوا نشارك معكم طريقه العسل هنا في اليوتيوب قولوها لي نشاركها معكم. قلت لكم العسل راه ثقيل، فعلا ثقيل، كنخدم به ديال المعسلات، ضروري ما يكون ثقيل باش هكا ملي تحطوا فيه الشباكيه ديالكم كيتشرب هذاك العسل وكيبقى لاصق في الشباكيه. يعني هذا هو السر باش ان الشباكيه كتبقى شاده العسل ديالها. نشوفوا معايا الثقاله ديالو كيكون راه تيكون ثقيل. هنا راه بدا مازال كيدفى، يعني كنخليه حتى كيدفى شي شويه وعاد كنبدا نوضع فيه الشباكيه. صافي غادي نهز دابا هنا الشباكيه ديالي من الزيت وغادي نوضعها مباشره، غنقطرها غير شويه ونوضعها مباشره في العسل. كما شفتوا معايا العسل هنا راه دفى، راه شفتوه ترخف. ضروري ما ندفيو العسل باش ما يهرش لينا الشباكيه، حيت الا كان ثقيل راه غادي يهرس لكم الشباكيه حيت كتكون هشيشه، يعني ما كتجيكمش. راه كتجي تبارك الله هاد الشباكيه راه غادي ديروها ان شاء الله وترحموا لي على الوالدين، راه كتجي هشيشه وغزاله ومجعبه. وان شاء الله تجربوها وشاركوا معي النتائج ديالكم في الانستغرام باذن الله. صافي غادي نخليوها، انا راه كنخليها شي 3 سوايع ولا في العسل حتى كتشرب على خاطرها. عاد كنصفيها ونعبرها في لي باكيت، وكما كتشوفوا معي النتيجه راه كتكون بحال هكا، كتجي زوينه. بالنسبه لشباكيه الجنجلان راه هي هذيك اللي على يدي اليسار، كندردر عليها جنجلان. بالنسبه لشباكيه اللوز راه كنحيد هذاك الجنجلان وكندير في بلاصتو اللوز، نفس كل شيء غير كنحيد الجنجلان وكندير في بلاصتو اللوز. نحل معكم واحد الوحيده تشوفوها كما كتشوفوا معايا تبارك الله راه كتجي مجعبه وشاربه العسل تبارك الله. هذه راه مازال باقا سخونه، يعني باقا ما شدش فيها العسل مزيان، ولكن رغم ذلك راه كتبان لكم معسله، كتجي هشيشه تبارك الله زوينه. غادي نحل معكم وحده ديجا شاده العسل. شوفوا معايا تبارك الله دوك التجعيبات اللي كيجيو فيها
راه كيدخل ليهم العسل، راه هادوك هما الدور ديالهم، هما داكشي، هادوك هما اللي كيشدوا العسل. هنا ديجا وحده راه كانت عندي، شوفوا معايا كي كتشد العسل، راه بارد عليها العسل، يعني كتجي فنه. وهذا ما كان البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف وينال اعجابكم. ولا كاين شي تساؤل ولا شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، راه ندير عليها فيديو اخر، ولا نحاول نجاوبكم في الانستغرام. خليتكم على خير.